الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لسان حجتك وعروس مملكتك وطراز ملكك خير داع إلى هديك. اللهم صل عليه وآله، اللهم سلم عليه وآله، اللهم بارك عليه وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضل منك وجود وكرم يا رب العالمين. خلق الله عز وجل هذه الممالك العلوية ورتب في ملائكته وظائف تقرؤونها في سورة المرسلات وفي سورة النازعات، ولكن كل هؤلاء المخلوقات من الملائكة كلهم يشتركون في وظيفة واحدة. الناشطات والنازعات والمرسلات كلهم يشتركون في وظيفة الصلاة على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته. فما من ملك مشغول برياح ولا بجبال ولا بأراضين ولا بهواء ولا بنفخ روح ولا بنزع روح إلا وهو مشغول بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خص الله نفرا من الملائكة، عدد من الملائكة. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوهم قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيصطفوا حتى يبلغوا عنان السماء. وخصوصية أخرى لعدد من الملائكة، قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث اللي يرويه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: أكثروا علي من الصلاة، فإن لله ملائكة سياحين يبلغوني صلاة من صلى علي من أمتي. في رواية سيدنا عبد الله بن مسعود: فإن لله ملائكة سياحين يبلغوني السلامة من أمتي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت أنا أظن أن البلاد الحبشية هي التي تكثر فيها الملائكة السياحة التي تنقل الصلاة على رسول الله، لأنهم يستقبلون الناس بالصلاة على رسول الله، ومجلسهم صلاة على رسول الله، ووداعهم صلاة على رسول الله، ووسائل التواصل كلها عندهم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنيئا لكم بهذه الملائكة التي تحف بلادكم وتحف مجالسكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعتم كلام مولانا الشيخ عون في حديثه عن السيدة آمنة: ولكم قسيم في أمومة لرسول الله ببركة الحبشية. لكم معنى أمومة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيدة بركة الحبشية. وهذا الأصل الزهري اللي ذكره سيدنا الشيخ عون، سيدتنا آمنة الطاهرة. إياك يا مسلم يا مؤمن يا محب يا محسن أن يتلوث فيك شيء في أصل من أصول رسول الله. الروح الوحيدة التي تخللتها روح رسول الله هي روح السيدة آمنة. الذات الوحيدة التي اكتنفت واشتملت على روح رسول الله وذات رسول الله هو رحم السيدة آمنة في كل العالمين. اصطفى الله هذا الرحم أن يكون مكانا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لله أصلاب تقلب أحمد فيها فسادت أظهرا وبطونا، لله أحشاء توسد أحمد جنباتها فحنت عليه جنينا. يا أم خير المرسلين وجدة الزهراء أمطرك الحياء هتونا. وهذا المعنى في الأمومة قسيمكم فيه، والصلة بينكم وبين رسول الله فيه هي سيدتنا بركة الحبشية التي درت لرسول الله، فصار جزء منها في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتذكر الصحابي الذي أخذ دم رسول الله في يوم أحد، فقال لما جرح فمص دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له تواضعا منه: مجه، فازدرده بلعه، فقال لا تمسك النار. هذا أخذ جزء من رسول الله، لكن السيدة بركة رسول الله أخذ جزءا منها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه البركة من السيدة بركة حافظوا عليها حتى تنتشر وتنتشي في كل هذه البلاد، حتى تلقوا رسول الله تحت لواء بلال، لأن لسيدنا بلال الحبشي
لواء يوم القيامة يتبعه كل المؤذنون وكل الصادقون. الحمد لله على هذه النعمة العظمى، الحمد لله على نعمة هذه المجالس الكبرى، الحمد لله على نعمة السيدة آمنة والسيدة بركة وسيدنا بلال، الحمد لله على النعمة لأنهم كلهم موصلون برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا نسبة في الإضافة ولا نسبة في التعريف ولا نسبة في الذكر إلا لشرف النسبة والصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرمكم الله كما أكرمتمونا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله شيخنا أخونا الكريم كبير الشيخ عون وإخواننا العلماء الحاضرين والدعاة، والحمد لله رب العالمين. وصلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الصافي والسر الساري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي من نوره نور السماوات والأرض، وعلى أخيه جبريل المطوق بالنور. وكما سمعنا أن عموم صنوف الملائكة التي تعتني بجميع شؤونات الكون إنما تصلي وتسلم على رسول الله وهي في أعمالها، إذن هي تستمد عملها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن بعد ذلك تنثر وتنشر نور الصلاة والسلام على رسول الله في هذا الوجود. فهذا الوجود قائم بالصلاة والسلام على رسول الله ومستمد ومنور بنور الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلنكن مهما كنا تاجر، مثقف، عالم، زراعي، نعمل بالصلاة والسلام على رسول الله، بمدد الصلاة والسلام على رسول الله، ونكن ممن ينشر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان الحبيب أبو بكر في مولده يقول: أخرسوا أصوات إبليس التي غزت العالم تفشي كل داء. وكان يقول بإظهار الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الأحباب صلوا جهرة واسمعوا العالم هذا المولد. فالصلاة والسلام على رسول الله هي سر الفلاح وهي سر قيومية هذا الوجود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المولد اما انتم تختموا او الشيخ عادل. الشيخ عادل اعطوه الميكروفون، اختم المولد. مولد اختم ختم المولد. يلا يلا والله هات. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم سيدنا محمد. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رب، بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. وين اللي أذن؟ أين الذي أذن؟ يا أخي بالصلاة نحن نجي. بعدين يوم القيامة تعال أقم الصلاة. إن شاء الله. كله يوم القيامة المصافحة إن شاء الله. العصر عصر. شفتي؟ هلا سيدي، كيف حالك؟ حياك الله. كيف اخبارك؟ كيف حالك؟ بخير ان شاء الله. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله. Ama şey diyelim.